السلام عليكم حبيباتي، كل سنة وكلكم طيبين. وحشتوني وحشتوني، ويا رب كلكم تكونوا بخير وبألف صحة وسلام. النهاردة هنقدم مع بعض وصفة سهلة جدا، أنا بحسها ابتكار من جمال طعمها، وكل ما بتخلص بعملها باستمرار، ما بتاخدش معايا أي وقت ولا مجهود. وكمان مكوناتها بسيطة جدا، هتعملها بأقل المكونات. وصفتنا بتغير مفهوم البطاطا تماما، هتعملي البطاطا بشكل جديد وهتستفادي بالقيمة الغذائية الموجودة في البطاطا، وكمان في الكالسيوم اللي في اللبن. ويلا نصلي على الحبيب المصطفى، قلبك يطيب. اللهم صل وسلم لك يا رسول الله. هنسمي الله ونبدأ الوصفة بتاعتنا. انا استخدمت كيلو من البطاطا السكري. بعد ما غسلتها كويس جدا قشرتها طبعا وقطعتها قطع عشوائية بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وهنزل في الحلة بتاعتنا بالبطاطا كلها، وهزودها كوباية من المية وهرفعها على النار عالية. لما تغلي معانا غلوتين وتطرى، هوطي عليها النار واسيبها تشتغل مع نفسها لحد ما تستوي خالص وتوصل للقوام احنا شايفينه دوت. ده القوام اللي احنا عايزينه. انا هنا ما زودت السكر في البطاطا، هي بتتسلق على النار لان البطاطا نفسها مسكره. بسم الله ما شاء الله، اللون بتاعها بيطلع حلو قوي. دي من مس البطاطا السكري او البطاطا الحلوه، اللون بتاعها بيبقى مايل على صفار غامق قوي ازاي، واللون ده احنا محتاجينه في وصفتنا. وبص القوام معانا ناعم جدا وطري، بتهرس معاكي بالشوكة، مش بنحتاج حتى ان احنا نستخدم هراسة. وبعد كده هجيب الخلاط بتاعي وهنزل فيه بكيس من دريم كريم كراميل. انا استخدمت هنا كيس واحد بس من الكريم كراميل، وهنزل عليه 3 معالق من السكر. وطبعا السكر هنا خطوة اختيارية حسب ما بتفضليها زودي. وعندي 4 كوبايات من اللبن، وهنزل عليهم برشة من الفانيليا. وهضرب كل الخليط ده في الخلاط كويس جدا لما اتاكد ان كل الخليط مازج مع بعضه، مبقاش فيه اي تكتلات من السكر ولا فيه اي حاجه. وده شكل القوام بتاعنا بعد ما ضربناه في الخلاط، خفيف كده وجميل. هبدا انزل عليه بالبطاطا. البطاطا بحطهاش كلها مره واحده، هحط كميه معينه واشوف هيحتاج تاني ولا لا. مش عايزاها تكون تقيله قوي، كل ما كتر بطاطا هتكون الصينيه بتاعتك تقيله ومضغوطه، فهتكون المعلقه نفسها تقيله معاكي. وده شكلها بعد ما ضربناها في الخلاط، وده القوام اللي احنا محتاجينه. ما شاء الله جميل ازاي، لانك انت كل ما تكتري كميه البطاطا في قلب الخلاط، هتلاقي الخليط نفسه تقيل قوي معاكي، وهيبقى تقيل كمان في الاكل. احنا عايزين يكون خفيف كده زي طعم زي الكريم كراميل بالظبط. وبعد كده هبدا اصفيه عشان لو في اي تكتلات، وهو فعلا ما فيش اي تكتلات، بس انا بصفيه برضك من نوع الاحتياط. وارفع الحله بتاعتنا على النار زي ما احنا شايفين، وهفضل اقلب فيها لحد ما اوصل للقوام اللي احنا عايزينه، قوام الكريم كراميل اللي احنا متعودين عليه. وده الشكل اللي احنا وصلنا له. طبعا هتجيبي السباشولا بتاعتك وتنزلي من الجناب كده وتقلبي لحد ما توصلي للقوام اللي انت محتاجاه. وده القوام اللي انا كنت عايزاه. وهبدا بقى افضيه في قلب الصينيه بتاعتنا. انا هنا يا بنات قبل ما احط الكراميل في الصينيه، اديتها فرشه بسيطه كده بالزيت عشان خاطر ما احتاجش وانا بفضيها او بقلبها ان انا احطها في حمام بخار. فبديها دهنه بسيطه كده من الزيت، وبعد كده هنزل بالكراميل. استخدمت هنا كيسين كراميل من منتجات دريم، وطبعا هفضيهم في الصينيه. على قد ما تقدري حاولي توزعيه في الصينيه بتاعتك، يكون الصينيه كلها وصل لها كل الكراميل بتاعك. انا قعدت اوزعها زي ما احنا شايفين كده، وقلبتها فوق وتحت زي ما احنا شايفين بالطريقه دي. وبعد كده هنزل فيها بالخليط بتاعنا. وطبعا انا عايزه اقول لكم معلومه، بس بلاش نحط الصينيه في التلاجة وهي سخنه. احنا بنسيبها لحد ما تهدى خالص وتبرد خالص، وبعد كده ندخلها التلاجة. تطبقي الخطوه دي بالذات حتى كمان في الجيلي، بلاش تدخليه التلاجة وهو سخن، وما تحطوهوش على درجه بروده عاليه. لا، نخلي البروده عندنا الطبيعيه بتاعت التلاجة الطبيعيه جدا، مش فريزر، تلاجة عاديه جدا. انا هنا هدخلها التلاجة العاديه جدا بعد ما بردت خالص. وطبعا همسح الصينيه من كل الجهات عشان يبقى شكلها طبعا كويس، وادخلها التلاجة على الرف الوسطاني. بسيبها بقى من 3 ل5 6 ساعات، بس احنا عشان احنا دلوقتي الجو برد، هي قعدت معايا ساعتين 3 وبقت زي الفل زي ما احنا شايفين كده. وده كان شكلها بعد ما جمدت. وهنقلبها بقى وبألف هنا وشفا. صدقيني الوصفة دي ملهاش حل، الطعم هنا حكاية. انسي بقى طعم اي بطاطا كلتها قبل كده. وطبعا البطاطا مع الكريم كراميل هتحسي ان انتي بتاكلي حاجة في حتة تانية خالص. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم النهاردة، وتدعولي دعوة حلوة. واتمنى لو اول مرة بتشوفيني ياريت تفعلي الجرس وتشتركي في القناة، وما تحرمينيش من اللايك والشير.